بقول لك ايه، عايز مهاجم؟ طيب عايز مهاجم هداف؟ تمام. عايز مهاجم يتحرك في ظهر المدافع احسن من اتعلها مهاجم في الدوري؟ برضو معايا. عايز مهاجم بيلعب بيمينه وشماله؟ برضو معايا. عايز مهاجم جريء قدام المرمى؟ عايز مهاجم سريع؟ كل ده موجود في مهاجم فريق المغرب الفاسي سفيان بن جديدة. يا مساء الفل عليك يا صديقي. قبل اي حاجه صلي على حبيبك النبي وتعالى معايا نعرف مين سفيان بن جديدة. طبعا الفتره الاخيره النادي دخل في دوامه المدربين والمهاجمين اللي ما بنطلعش منها بعد وسام ابو علي طبعا، وجدي بعتبره اسطوره من اساطير المدربين اللي دخلوا النادي الاهلي هو كولر طبعا عمل 3 مواسم تاريخيه مع النادي الاهلي، واللي الله يسامحه كابتن شوال زي ما بنقول رزق وعين جابوا الارض. هذا ذيب، هذا ماضي، هذا كاسح كولر، هذا كولر. شوفك السويسري، شوفك الثقة وشوفك عارف شو يعمل. الهلال 1 الاهلي 0 واسوأ مردود للاهلي في افريقيا من سنين. وانا عكس التيار نقول الاهلاوية وجمهور البيين انه هذا المدرب فلتة. هذا لن يقل على جوزي مورينو. الحمد لله ربنا تاب علينا من حوار المدرب ده وخلاص، يعني نسبة 99% ترب هيتوكل على الله بعد ماتش المصري بإذن الله. وخلاص ياسين منصور قعد مع الوكيل بتاع المدرب واتفقوا ان هم هينهوا العقد بالتراضي. كذلك الامر في الناحية التانية عندك كابتن كام وش قصدي كابتن كاموش، بعد ما قلبنا في القرشين اللي خدهم وخلنا نلعب بمروان عثمان طول الموسم طبعا. وما اقولكش كنت حرفيا شايف الكينج دولموندو الرود خلد في الملعب، كنت شايف مروان عثمان نايم. ما علينا، نخش في الموضوع على طول. مين بقى معلم بن جديدة؟ مهاجم عنده 24 سنه، لسه صغير في السن، لعب لعدد من الفرق منهم طبعا الرجاء المغربي، وكذلك الامر احترف في الدوري البلجيكي فتره، وطبعا مثل المنتخب الاولمبي المغربي طبيعي لانهم لقوا مهاجم فلتة زي ما بيقولوا. طب يا زوزو ما تقول لي مين المهاجم ده، او الموسم بتاعه بدأ ازاي، او الارقام بمعنى صح. طيب الموسم ده يا صاحبي انتقل لفريق المغرب الفاسي، وطبعا المغرب الفاسي بينافس على لقب الدوري معاه 38 نقطه فوق الرجاء ب 39 نقطه. طيب يا عم زياد، انت عمال تقول لي بن جديده ما تقول لي كام سنه ولا لعب كام ماتش وسجل كام هدف؟ فرجني كده على البضاعه اللي عندك يا صاحبي. ايوه جاي لك يا صديقي اهو. سفيان بن جديده مهاجم صريح مغربي الجنسيه، عنده 24 سنه، لعب 20 مباراه، سجل 14 هدف، منهم طبعا ركلتين ترجيح، اخد 3 بطاقات صفراء طول ال20 مباراة. عشان ما اطولش عليك يا صاحبي هسيبك مع اهم اهداف ولمساته في الموسم الحالي مع فريقه المغربي. اتمنى انك ترزع اللايك المتين والسبسكرايب، وتستناني في فيديو جديد مع لاعب جديد او مدرب جديد او وثائقيات هنحكيها باذن الله في فيديوهات قادمة باذن الله. هسيبك تستمتع ملك، وتشاو. الإعادة وجميلة جدا على طريقة اللاعب الكعبي. ولا أروع يعني، ولكن غياب الحيري. سفيان بن جديدة سديدة، هدف جميل ممتازة. محاولة سفيان بن الميدان لتنفيذ تمريرة جانبية، محاولة هدف جميل من الجول. المنتخب الوطني للعودة باللقب من شيلي. جول مباراة سد. هنا فرصة للمغرب الفاسي. سفيان جول سفيان بن جديدة. وسط لعب ارتور كيفن، محاولة هدف رابع. حمزة أفصل. كرة بهذه الكيفية البحث عن التسديد مرة أولى وثانية بن جديدة بهذه الكيفية. جول من غير وتسجيل هدف رابع، خروج الحمياني والهدف. هدف رابع لفريق المغرب الفاسي بواسطة اللاعب سفيان بن جديدة. الكرة تعود الكرة من جديد، العرضية البحث عن الرأسية. جول بثلاث تغييرات المحاولة. سفيان بن جديدة كان خطأ على مستوى إبعاد الكرة إلى سفيان، كرة في الشباك، لا تغطية من شديد.
جول جول جول. تلعب الكرة العرضية، الفرصة بجديدة سفاح الشباك. هنا يقع في المحظور حارس فريق الأولمبيك، فرصة الهدف، جول. بجديدة يسعد للتنفيذ، بجديدة يضع الكرة في الشباك وهدف تعادل لفائدة فريق اليمنى. البحث عن العرضية والرأسية مرات. مروان فخر هذه المرة قالوا لا من جد. هناك سفيان بن جديدة أمامه فرصة لإدراك هذا هدف خطأ قاتل من جانب اللاعب. مستمر أمام النهضة البركانية، بن جديدة سفيان بن جديدة ما شفنا وضعية تسلل، تلعب الكرة الماضية لكن بجديدة يسعد للتنفيذ، بجديدة والحمياني، بجديدة يضع الكرة في الشباك وهدف ثالث لفائدة. يسعد للتسديد، تسديدة قوية، فرصة ممتازة، تسديدة قوية. نتيجة ولاعب فريق نهضة الزمامرة. نتابع قبل ذلك هذا المحاولة البحث عن التسديد، تصل لسليمان، جول